شايفين يا جماعة الجمال والحلاوة؟ طب سامعين الصوت الجميل ده؟ تعالوا بينا ندوق. مش قادرة اوصف لكم طعمه حلو قد ايه، بجد لازم تجربوه. تعالوا بينا نشوف. اول حاجه بقى هنعملها هنسلق اللحمه. هنسخن حله كويس جدا على النار، وبعد كده هنبدا ننزل بقطع اللحمه نديها صدمه كويسه جدا في الحله، ونبدا بقى نشوحها كده ونقلبها لحد ما تاخد لون كده حلو، وتبقى كلها كده واخده لون تشويحه كويسه جدا، واللحمه واخده كفر زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هقطع عليها بصلتين متوسطين الحجم، اي تقطيعه تحبوها يعني تقطيع عشوائي، واشوح برده البصل كده مع اللحمه كويس جدا. بعد كده بقى هنزل عليهم كده بورق لورا واربع خمس فصوص من الحبهان ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود. قلب بقى البهارات ديت كده مع اللحمه كويس جدا، واديها تشويحه كده حلوه وتطلع ريحتها كده. وبعد كده بقى هنزل عليها بالميه المغليه، واهم حاجه يا جماعه الميه تكون مغليه. شايفين لون اللحمه حلو ازاي؟ اهم حاجه يا جماعه قبل ما تضيفوا الميه المغليه تكونوا وصلتوا اللحمه للون ده، بتفرق جدا في الطعم وفي التسويه، وجربوها هتدعوا لي. وبعد كده هضيف كده حبايتين من الطماطم وجزرايه كبيره، بتدي لون حلو قوي للشوربه وطعم تحفه للحمه، بتديها كده سكاره للحمه يعني. بعد كده بقى هنقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، ونسيبها لحد ما تغلي على نار عاليه. واول ما تغلي هنهدي النار خالص ونسيبها لحد ما تستوي. انا هنا ما ضفتش ملح خالص، هستنى لحد ما اللحمه تستوي وبعد كده هضيف الملح عليها. لما اللحمه بتاعتنا بقى تستوي هجيب حله واحط فيها شويه زيت، وانزل عليها كده بمعلقه زبده كبيره. هنسيح بقى الزبده كويس جدا مع الزيت كده، ولما الطاسه تسخن كويس جدا والزبده تسيح هننزل عليها ببصلتين متوسطين الحجم مفرومين ناعم، ونشوح بقى البصل كده في الزبده والزيت كويس جدا لحد كده ما البصل بتاعنا يدبل وياخد كده درجه من الصفار خفيفه قوي. بعد كده بقى هنزل عليهم بثلاث فصوص من الثوم مفرومين ناعم، هشوحهم مع البصل كويس جدا. واول ما اشم بقى ريحه التوم كده وتطلع وتبقى زهره هبدا بقى انزل بالخضار بتاعي. الخضار طبعا اختياري، تقدري تحطي الخضار اللي بتحبيه والمتوفر عندك. انا استخدمت كوبايه من الفاصوليا الخضراء وكوبايه من البسله والجزر. الجزر هنا كان قليل شويه فرحت مقطعه جزرايه كمان، واستخدمت نص كيلو من الكوسه، وضفت عليهم كمان حبايتين من البطاطس مقطعاهم مكعبات بالشكل ده. وهضيف كمان قرن فلفل شطه، طبعا لو مش حابينها تكون سبايسي مش هتضيفوه، بس بيديها طعم حلو جدا. وهدي بقى الخضار كده تشويحه حلوه مع البصل والثوم. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه، بتخلي طعم الخضار حلو جدا بجد. لما نشوح الخضار بتاعنا كويس جدا هنكون صفينا اللحمه بتاعتنا من الشوربه، هنضيفها على الخضار ونديها تشويحه سريعه كده مع الخضار. بعد كده بقى هنضيف على الخضار شفشق من عصير الطماطم، وكمان هنضيف نص شفشق من الشوربه. شايفين يا جماعه جمال لون الشوربه ولا ريحتها؟ بجد خطيره. بعد كده بقى هضيف البهارات. ضفت معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من الملح، طبعا الملح اختياري حسب ذوقكم. وهضيف معلقه صغيره من السبع بهارات ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه. كمان معلقه صغيره من السكر، بتخفف من حموضه الصلصه ونقدر ناكل براحتنا. ومتقلقوش خالص، كمان السكر طعمه ما بيبانش في الاكل خالص والطعم بيبقى متوازن. نقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، وهنسيب بقى الخضار لما يستوي نص سوا. وبعد ما يستوي نص سوا هنشيله كده من على النار ونبدا نضيفه كده في الطاجن بتاعنا. اهم حاجه تاخدوا بالكم وانتوا بتنقلوه في الطاجن عشان بيبقى سخن جدا. وبعد كده هنضيف على الوش كده قرنين فلفل شطه، بس اهم حاجه تفتحوهم بالسكينه كده، وطبعا ده اختياري، الناس اللي ما بتحبش الاكل سبايسي ما تضيفوهمش، بس بيديهم نكهه حلوه جدا. كده هدخل الطاجن على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 لمده ساعه ونص، وبجد هتاكلوا احلى طاجن تورلي في حياتكم. طعمه خطير جدا يا جماعه، لازم تجربوه على ضمانتي، ان شاء الله هيعجبكم. وتعملوا بقى جنبه شويه رز بالشعريه وعيشوا حياتكم بقى، يعني ايه، اتبسطوا على الاخر. بألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناه.